النهارده هنتكلم على كلمة بنسمعها دايما من واحنا صغيرين، فكرة أو كلمة أو جملة لا 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 ما تقلش على الناس، لا 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 بلاش ما تبقاش تقيل، خليك خفيف كده. الجملة دي من أكتر الجمل اللي أنا بقالي فترة عمالة برفلكت عليها أو بفكر فيها، بالذات في تغييرات كتير قوي حصلت مؤخرا في حياتي. عايزه ابتدي الاول الموضوع بقصه او كتاب انا قريته اسمه سيبينز، لذيذ قوي قوي، بيحكي عن تطور الانسان من اول الانسان الاول للثوره الصناعيه الزراعيه لا 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 لا، تطور الانسان على مر الزمن لغايه لما وصل للوضع اللي هو فيه دلوقتي. الانسان الاول كان دايما بيكزيست في ترايب، في قبيله، يتحرك مع القبيله لما يبقى المكان ده برد، ياكلوا مع بعض، يعيشوا مع بعض، لغايه لما تطور الانسان شويه وبقينا عارفين اللي هو الزمن الأقرب شوية مننا اللي احنا نقدر نرفلكت عليه ونعرفه، اللي هو الوقت لما كان الجزار ابنه بيطلع جزار، الحلاق ابنه بيبقى حلاق، دكتور ابنه دكتور. كانت في فكرة دايما ان البني آدم كان بينتمي إلى عيلته، يعني الأول كان بينتمي إلى قبيلة وبعدين بقى ينتمي إلى عيلته، فبيبقى عمامه وخلانه كله بيشتغل في نفس السوق او في نفس الكار او في نفس الموضوع. كان لما الشخص بيتجوز كانت العيله كلها بتتجوز، يعني قصدي كان السبب ان الاهل بيتدخلوا شويه، لان ما احنا عايشين مع بعض، بنشتغل مع بعض، عايشين مع بعض. فلما اسره او شخص بيتجوز شخص، هي اسره بتقابل اسره، فابتدوا يبقى الموضوع اكتر من شخص وعيلتين بيتجوزوا. وهنس كان ساعتها وقتها جوازات الصالونات او الارينجد مارجز. بس كان الحياة ما بين الزوجين على قد ما فيها تدخل، على قد ما هي فيها زحمة ونشاط وحوارات وقصص، وبقى حتى العلاقة مش لونلي، العلاقة بتاعت الاتنين دي مش لونلي. هنرجع للنقطة دي، يمكن نرجع لها كمان شوية. ولكن مع تطور الزمن ابتدى البني آدم أو ابتدى ينتشر أفكار زي إن لا ما تطلعش زي أبوك، أو ما تطلعش زي مامتك، أو ابتدي دور على مشوارك أنت. ومش بقول إنها حاجة غلط، ولكن بقول إن سببها ابتدى مع دخول الصناعة في حياة الإنسان. وكان لو أنا النهاردة بشتغل حلاق وفلان بيشتغل دكتور فمين هيشتغل تبع المصنع؟ مين هيقف على الكونفير بيلت عشان ياخد مكانه في الكونفير بيلت ده؟ لو انا النهارده مسؤول عن بيزنس عيلتي او مسؤول اني اشتغل في محل ابويا او فابتدت تتطور فكره، او ابتدت الفكر اللي هو بتاع الصناعه ابتدى يزق البني ادم، يقول له لا 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 انت مش عايز تبقى ماشي بنفس طريق والدك او والدتك، انت مش عايز تتجوز كأسرة، انت عايز تختار your own. ابتدوا يعززوا فكرة الفردية اللي هي فكرة الانديفيدواليزم. انا I don't belong، او انا ما بنتميش لعيلة، انا بنتمي للدولة. يعني انا مصري او انا مصرية، هدرس اللي انا عايزاه، هتجوز اللي انا عايزاه. شافوا التأثير بتاع الموضوع ده على الجوازات، لأن مثلا مشكلة كبيرة قوي في الجوازات إن الست والراجل بيحسوا بعد شوية بالزهق، أو إن هم لوحدهم، أو إنها لونلي، وقرار المشيان سهل لأن إحنا أنا وإنت وباي باي. فكانت انترستنج قوي الجزء ده من الكتاب، خلاني أفكر. وكان مور انترستنج إن فكرة إن إحنا اوريجينالي أو في الأصل كنا المفروض إن إحنا بنعيش في قبائل ووسط عائلات وبننتمي. اللي حصل مع تطور الزمن مع الفردية، أولا ابتدت دلوقتي الفردية بتتطور لجهة إحنا مش شايفينها أو لسه ما وصلنا لهاش، وهي فكرة إن أنا كمان حتى I don't belong to one country. يعني ابتدت اللغات، بنتكلم إنجليزي جدا زي ما أنا بتكلم إنجليزي في البودكاست، ابتدينا نلبس كلنا زي بعض في كل حتة في العالم. زمان كان المصري ليه لبسه، الأوروبي ليه لبسه، والأفريقي ليه لبسه، وبعدين النهاردة كله بيلبس زي بعض بالظبط. فحتى الحاجات اللي بتفرق ما بيننا كشعوب ابتدت تختفي. ده مش عايزه اتكلم عن نظريات مؤامره بقى بس ده فكر الكابيتاليزم، الفكر الرأسمالي، فكره ان انا عايز اشتري عايز يبقى شكلي زي كل الناس، وعايزين ننتمي كلنا الى الفارس ويل، للعجله، كلنا نخش في عجله الانتاج. ولكن اللي انا بحاول اوصله النهارده هي فكره ايه اللي حصل للانسانيه، وايه اللي حصل للبني ادمين، وايه اللي حصل لفكره ما تتقلش على غيرك، وانا مش صديق ده وانا هتقل على دول. في ريسيرش تاني كنت انا، او كان في كورس اكشلي خدته لذيذ قوي قوي اسمه The Science of Well-Being. Science of Well-Being كان بيتكلم على انه اول او اكبر او اهم سبب للسعاده والاكتفاء والسكون في حياه الانسان بيبان او بيمشي مع او بيبقى زي عدد العلاقات الانسانيه او الهيومن انتر اكشنز اللي بيعملها البني ادم في يومه. يعني مش بس فكره عنده اصحاب قد ايه، فكره بيصبح على مين الصبح، بيسلم على مين وهو نازل الشارع،
لقوا ان البني ادمين اللي عايشين في مجتمعات متواصله ان ريت السعاده بتاعهم اسعد بكتير. بس خليني اقول لكم ايه اللي حصل مع الزمن. ما اللي حصل مع الزمن ان البني ادم مخه بيبتدي يسيميوليت او يبتدي، يعني النهارده مثلا الواحد لما بيتولد مش محتاج يجري من اسد عشان يعرف لما يشوف الاسد ان هو الاسد هياكله يعني، او لما بيلاقي نار مش لازم يحط ايده في النار علشان يعرف ان النار دي هتحرقه. احنا كبني ادمين بنتطور، وده تطور مخ البني ادم. فاللي حصل مع تطور مخ البني ادمين بقى عندنا كذا سبب بنبعد بسبب علشانه عن الناس. رقم واحد ان احنا خايفين ان هم يبقوا مختلفين عننا، او هيسرقونا، او هيغشونا، او انا هتعرف على حد غريب، لا 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 انا ما اعرفوش، ده حد غريب اكيد هيضرني او هيأذيني او. وبعدين ابتدينا كمان نحس انه لا 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 احنا مختلفين قوي عن بعض. هي مش بس مجرد ان هو هيأذيني هيعمل فيها حاجه وحشه، هو اساسا فكره اني مش هنمشي على نفس الموجه، او احنا مش بنلبس زي بعض، او مش بنتكلم نفس الكلام بتاع بعض، او مش بنصرف زي بعض، مش بنكسب زي بعض. وابتدى يحصل كل الفروقات اللي ما بين البني ادمين اللي في الاخر خلت كلام جديد نسمعه، زي مثلا السوشيال انكزايتي والاوفرويلم، وحد يقعد وسط الناس يقول لك لا 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 مش قادر، محتاج اقعد لوحدي. لو سالته اي حد في الشارع قلت له تحب تبقى بتفضل لو في مواصله معينه تبقى قاعد جنبك فاضي ولا قاعد جنبك حد، اكيد هيقولوا قاعد جنبي فاضي. لكن الحقيقه لما عملوا اختبار في بلد ما في اوروبا، في عربيتين قطر، في عربيه قطر ركبوا عليها ناس قالوا لهم اقعدوا جنب ناس تانية وهزروا معاهم واتكلموا معاهم، وعربيه تانية محدش طلع قاعد جنب حد، واسمها الكوايت كار. في اوروبا طلبوا ان يبقى عندهم كوايت كار، عربيه صامته غير صوت، مش عايزين يتكلموا مع حد. فلما قاسوا مود الناس وهي نازله من القطر، لقوا ان الناس اللي كانت قاعده جنب حد تاني واتكلموا وهزروا وعملوا هيومن انتراكشن كانوا اسعد بكتير. بسبب الحاجات دي كلها سكون ابتدى، يعني سكون الهدف بتاعه الاساسي وربط الهدف بتاعه الاساسي ان كل الحاجات اللي بنعملها الهدف منها اني اجت اوفر او اتخطى كل الافكار اللي في مخي اللي مش حقيقيه تجاه التواصل مع البني ادمين. بس انا ازاي اتواصل مع حد لو مش عارف اتواصل مع نفسي؟ فاتواصل مع نفسي عشان اعرف اتواصل مع البني ادمين. دي خلاصه القصه، عشان السعاده والسكون موجود في التواصل مع البني ادمين. هل انا بقى بطبق الحاجات دي؟ لا. لقيت انه مع اني بقف واقول ورابطه ونمسك ايدين بعض وهوبا وبنحب بعض وكده، لقيت انه عندي انا دايما احساس اني ما ينفعش اتقل على غيري، او اني زي ما اكون، مش عايزه اقول ما ينفعش اتقل، عشان ما ينفعش اتقل دي تحسيها اللي هو ان انا كده يعني خفيفه يعني. لا، مش ده اللي انا بحاول اقوله. لما دعبست ورا الموضوع اكتشفت ان احنا كبني ادمين ساعات، ومش قصدي اعمم، بس احنا كبني ادمين ساعات بنبقى مصدقين من جوانا ان احنا ما نستاهلش. يعني هدي اكزامبل. لما فتحت السكون وابتدى يبقى عندي فريق مثلا ناس تيجي تشتغل معانا، عشان انا ما بدفعش مرتبات كبيره ولسه مش مكتب كتير ولا لا، كنت حاسه ان انا زي ما اكون ما استاهلش اني يبقى عندي ناس بتشتغل معايا. فكنت مثلا اي حد يشتغل معايا ابتدي اقول له طب خد 5% من الشغل، من البيزنس. مش حاجه اسمها كده على فكره، عادي، ممكن في مليون الف اتفاق تاني. مش كل حد محتاج يشتغل معاك، او مش كل حد محتاج يقدم لك حاجه لازم تقدم له حاجه في المقابل في ساعتها. من قريب كنت اتزنقت في ايفنت زنقه كبيره جدا، وواحد صديقي جدع موت اسمه تيمور لقيته بيكلمني، كنت مزنوقه في حاجه ضخمه جدا، فلوس ماليه. المهم قال لي مش مشكله هساعدك، خدي البتاع ده. قلت له يعني ايه انت هتساعدني؟ اولا محتاجه اقول لكم ان تيمور عمره ما شافني في الحقيقه، احنا بنشتغل مع بعض بقالنا 3 سنين بس دايما على التليفون وعلى زوم كول، فهو عمره ما قابلني في الحقيقه. وفجاه لقيته في الساعه 12 بالليل انا بهزر اصلا، بيكلمني بيقول لي انا جاي كوزميك بكره وبتاع والفestival اللي بنعمله، وقال لي محتاجه حاجه. قلت له محتاجه كذا. قال لي ماشي حاضر. قلت له يعني ايه ماشي هتديني الفلوس دي؟ قال لي اه. قلت له ليه يا تيمور؟ قال لي عشان الناس لبعضيها. الناس لبعضيها يا جماعه، ايه اللي حصل للناس لبعضيها؟ راحت فين؟ فنرجع للفكره اللي انا كنت بتكلم عليها، فكره اني زي ما اكون ما استاهلش اني اتلقى حب الناس غير لما اقدم لهم حاجه. ففتره كبيره جدا بقيت احس اني لازم اقدم لهم يا اما رحله لذيذه، خروجه حلوه، اسليهم، لازم ابقى دمي خفيف. لكن لو انا دمي تقيل بختفي عن الناس. لو انا لا ما اروح لهمش.
اول مره اخدت قرار اني امشي عكس الموضوع ده كان من قريب. انا بروح لناس في لبنان، ناس لذيذه قوي اسمهم ساره ونادر، عندهم استوديو زي سكون بالظبط في لبنان اسمه اهانا. ودايما لما كنت بروح لهم كنت دايما بعمل كلاس عندهم في الاستوديو، ودايما هم بيجوا رابطه، فدايما بنحب بعض جدا جدا جدا، بس علاقاتنا ترانزاكشنال. هي دي العلاقات اللي انا بتكلم عنها، العلاقات كلها بقت ترانزاكشنال، هقدم لك ايه عشان تقدم لي ايه. ففي مره قالوا لي تعالي قضي معانا نيو ييرز، وعشان هقضي معاهم النيو ييرز الوقت ده كان الاستوديو مش قافل باين، فمش هقدر اقدم لهم الحاجات اللي بقدمها في العادي. فجيت قبل ما اسافر بيوم او يومين، انا كنت رحت لهم مثلا 4 مرات مثلا، قبل ما اسافر بيومين فجاه لقيت ان انا هلغي السفريه، لدرجه ان وانا رايحه في الطريق للمطار كنت هلغي السفريه. سبب ان انا كنت عايزه الغي السفريه ان انا حسيت اني ازاي رايحه ومش هقدم لهم حاجه. يعني ايه رايحه؟ يعني ايه هم فعلا عايزين يقضوا معايا نيو ييرز انا كساره من غير سبب؟ مش بس كده، هم كانوا وقتها مشغولين في كذا حاجه، فبعتوا لي مسج قالوا لي خلي بالك ان لما توصلي اول يوم او يومين مش هنعرف نخرجك ونفسحك، بس تعالي احنا مستنيينك. وانا حسيت دي علامه، لا لا لا، ده معناها ان انا ما ينفعش اروح، عشان لو رحت انا كده بتقل. وبعدين خدت قرار، قلت لو رحت لبنان انت دايما بتحاولي ما تتقليش على الناس، فدايما بتحطي ما بينك وما بينهم حيطه غصب عنك. البني ادم اللي مش عايز يتقل على غيره مش هيستحمل غيره يتقل عليه، فهيحط حيطه. فانا دايما بحط حيطه. طب جربي شيلي الحيطه واطلعي بقرار انك هتتقلي عليهم. شوفي ايه اللي هيحصل. على فكره ممكن تحجزي تذكره طيران وتلفي وترجعي يعني. طلعت وطلع كل اللي في مخي ده اوهام، واكتشفت ان هم بيحبوا يقعدوا معايا عشان انا انسانه كويسه، عشان انا استاهل ان الناس تبقى عايزه تقعد معايا من غير ما اقدم لهم خدمه او منتج او نكته او يعني مش محتاجه اديهم حاجه، عادي ممكن اقعد ساكته معاهم وهيبقوا مبسوطين بيا برضه. ساعتها ابتديت اكتشف، ابتديت ارفلكت على فكره انا استاهل ايه، والعلاقات الترانزاكشنال. والاكتر من كده كانت فكره انه لما البني ادم بيتقل على غيره فبيقرب منه اكتر. دي كانت اكتر سفريه انا حسيت اني قربت منهم فعلا، لان انا هم مش حاسين بالحيطه اللي انا حطاها من غير سبب، مش حاسين الا لما يعزموني عندهم في البيت لازم لهم هديه دي، يعني مش حاسين في تكليف. لقيت بقى ايه اللي بيحصل؟ العكس صحيح. ما هو انا لو انا مش قادره اتقل على غيري يبقى اي حد هيخش في المساحه بتاعتي يبقى بيتقل عليا، يبقى اي حد هيقول لي بقول لك ايه وانت جايه لي في الطريق والنبي اقفي بس اعملي المدى، ياه هيطلع لي بره طريقي. ده ايه الدم التقيل ده؟ ما هو كل واحد لازم يبقى لوحده، انديفيدواليزم، فرديه بحته. فابتديت اخد بالي ان انا بقت مساحتي اكبر شويه، بقيت بالعكس بقول ما هو البني ادم ممكن فعلا يروح مشواره بسرعه وما يتعطلش، سيبه لوحده ولا يتعطل شويه ويبقى حواليه ناس بتحبه لذيذه. فاكتشفت ان ده كانت بدايه الانفيتيشن، زي ما اكون عملت دعوه او انفيتيشن ان انا استاهل، فربنا لبى الدعوه. ففجاه لقيت ماي ترايب and I found الكلام ده بيبان وبيحصل على طول فورا في التيم بتاعي. لقيت فجأة التيم بتاعي عبارة عن ناس أنا معرفش يقولي منين، ولا عشان أنا دفعت أكتر فلوس، ولا عشان أنا البيزنس بتاعي بقى سكسسفل أو أكبر. كان بجد في يوم قررت إنه أنا استاهل يبقى حواليا ناس بتفكر بنفس الطريقة بتاعتي، أو إن إحنا نفس الترايب أو نفس، مش عايزة أقول نفس الحاجة لأن إحنا مش نفس الحاجة، بس إحنا كلنا بنتجمع على نفس الهدف، وهو حب بعض، حب الغير، حب الشغل، حب نفسنا، حب التهريج، حب حاجات كتير قوي قوي. فجأة لقيت نفسي إحساس الوحدة اختفى. أنا سارة عبد المنعم، وده كان The Way of سكون. لو عجبتكم الحلقة please like, share and subscribe.